هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وكويسين. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن اساسيات الجامعه، لكن الفيديو مش هيبقى لبنات الجامعه بس، لا، الفيديو ده هنتكلم فيه عن اساسيات النظافه الشخصيه لاي بنوته. لكن احنا بنقول للجامعه لان انت خلاص هتكوني بنوته جامعيه، لازم تهتمي بنظافتك الشخصيه ومحدش يشملك اي ريحه مش لطيفه. فيلا بينا نبدا الفيديو. انا هبدأ معاكم يا بنات باول حاجة وهي العناية بالجسم. ايه هي اساسيات العناية بالجسم؟ اول حاجة يا بنات في اساسيات العناية بالجسم هو الشاور. لازم ناخد شاور يوميا. النوعين دول حلوين قوي، هما كمان مصريين. كل المنتجات في الفيديو ده هتكون منتجات مصرية. ده شاور كريم وده شاور جل. هقول لكم دلوقتي الفرق ما بينهم. الشاور جل ده يا بنات بيكون قوامه خفيف، فبيكون مناسب في الصيف او مناسب للبنات اللي ما بيكونش عندها جلد الوزة، فده هيكون حلو جدا. ده نوع فريدة وريحته اسمها كلين سكاي. الشاور ده ريحته خطيرة وهيعجبكم. كمان في منه الحجم الاصغر، فهو حلو جدا. ده هينفعك جدا في الجامعة، والشاور اليومي هيبقى حلو جدا معاكي. في كمان الشاور كريم ده من ايفا، حلو جدا. ده بقى هيكون مناسب في الشتاء وهيكون مناسب للبنات اللي بيكون عندها جلد وزة، لانه قوامه كريمي فبيرطب اكتر، بيدي ترطيب عميق اكتر من الشاور جل. وده ريحته بالملك، ده ريحته هاديه جدا. يعني شاور فريده لا ريحته قويه، لكن ده ريحته هاديه خالص. فاول حاجه في اساسيات الجامعه شاور، عشان تاخدي بيه شاور كل يوم. طيب لو ما عندكيش وقت او مش عايزه تاخدي شاور كل يوم، هتنضفي كويس منطقه الاندر ارم، تغسليها كويس. تستخدمي الديودرنت بتاعك، اي ديودرنت عندك او اي نوع انت بتحبيه. ده من بادي ليشز، حلو جدا. ده اللي غطاه بينك، ريحته جميله، ريحته فانيليا كده تحفه، لكن هو ريحته قويه، فلو انت عندك حساسيه ممكن ما يناسبكيش. كمان اللي لاحظته منه ان هو بيصفر شويه الهدوم البيضاء، فدي كانت تجربتي معاه، لكن هو حمايته كويسه جدا بالنسبه لي. عايزه اقول لكم برضو يا بنات ان الحاجات دي مش بتبقى ماشيه مع كل البنات. يعني في بنات مثلا ممكن اللي يمشي معايا ما يمشيش معاكي والعكس، فلازم انت تجربي بنفسك عشان تشوفي ان النوع ده هيبقى كويس معاكي، هيناسبك ولا لا. لكن بالنسبه لتجربتي الشخصيه هو كان حلو. فاحنا كده عرفنا ان اول حاجه شاور، تاني حاجه الديودرنت. خلاص اخدنا الشاور وحطينا الديودرنت، فنيجي دلوقتي لخطوه ترطيب الجسم. هترطبي جسمك باي لوشن عندك. انا برشح لك اللوشن ده من ايفا، حلو جدا. ده ترطيبه كويس، هيكون مناسب معاكي في الصيف وفي الشتاء. وكمان ايفا دي براند مصريه، وعندها 3 روايح كلهم حلوين جدا. تختاري طبعا المناسب لذوقك. هو حجمه كبير فهيقعد معاكي. انت كده ضمنتي الترطيب، وضمنتي كمان ان جسمك يكون ريحته نظافه. كده بقى يا بنات هنرطب ايدينا. مهم جدا ان احنا نرطب ايدينا، ما ننساش. ده برضو الهاند كريم ده من ايفا. اغلب الحاجات النهارده بتاعه الجسم بستخدمها من ايفا، حلوه جدا بصراحه. ده الهاند كريم حلو جدا وترطيبه كويس. انا بقى عايزه اقول لكم حاجه، لو انتوا لسه هتنزلوا تشتروا الحاجات فممكن تشتروا ال3 حاجات يكونوا بنفس الريحه. ال3 حاجات دول انا جايباهم من ايفا، الشاور كريم والبادي لوشن والهاند كريم. ال3 دول من ايفا، كل واحد منهم ليه ريحه، فانت ممكن تجيبي ال3 نفس الريحه عشان يديكي افكت احسن، والريحه تكون ثابته اكتر في جسمك. يعني لو جبت الشاور كريم والشاور والبادي لوشن والهاند كريم كلهم نفس الريحه هتبقى احلى بكتير. لكن انا كنت جايباهم كل واحد لوحده، فكان كل واحد بريحه مختلفه. ده بريحه الملك، فهو ريحته هاديه جدا، ده اهدى واحد فيهم. وده تروبيكال، ده ريحته نظافه، يعني ريحته هاديه برضو بس ريحته اكتر للنظافه. وده باشون، ده اكتر واحد فيهم ليه ريحه، ريحته كاندي كده شويه، ريحه زهره كده شويه عن الباقي. فطبعا انت هتختاري المناسب لذوقك. انا بقولك يعني نصيحه، وممكن تجيبيهم هيبقى حلو قوي معاكي، وهم كمان كلهم حلوين بصراحه. بعد كده بقى نروح لخطوه البادي سبلاش. لازم تعطري جسمك بحاجه تكون ريحتها هاديه وحلوه في نفس الوقت. البادي سبلاش ده من ايفا، هو زي اي بادي سبلاش ثباته بيكون مجرد 3-4 ساعات وبعد كده بيروح. ممكن ترشيه على الطبقه الاولى من الهدوم، هيديكي ريحه وفي نفس الوقت هتكون ريحه هاديه. طبعا يا بنات اهم حاجه انت بتستخدمي كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها، ان انت تكوني عامله ازاله للشعر باي طريقه
انت بترتاحي عليها. لو انت بتستخدمي شفرات، النوع ده اسمه كوين، بس الشكل ده منه حلو، اللي هو بيكون بتتحرك كده، ده حلو قوي، اللي هو بيكون راسها بتتحرك، دي حلوة احسن من الثابتة وحشة، لكن دي حلوة. ولكن طبعا تاخدي بالك وانت بتعملي، تكوني بتعملي بحرص، فلازم مهمة جدا الخطوة دي ان انت تكوني عاملة شيفنج لجسمك عشان الريحة تكون لطيفة، ما يبقاش برضو فيه لسه ريحة مش لطيفة. الباكت فيه 5 تقريبا، كانوا ب45 جنيه، فبرضو سعرهم حلو جدا. دي كده يا بنات الحاجات الأساسية اللي هنستخدمها لجسمنا عشان يكون جسمنا نظيف. بعد كده هنروح للعناية بالبشرة. اهم 3 حاجات لازم يكونوا موجودين عندك عشان تعتني ببشرتك، وهما غسول ومرطب وسان سكرين. لازم يكون عندك ال3 دول، عشان دول هما اساسيات العناية بالبشرة. طبعا انت هتجيبي غسول مناسب لنوع بشرتك. انا مش هقدر اقولك على نوع معين، لان اكيد كلنا بشرتنا بتختلف، مش كلنا نفس النوع، فانت هتجيبي النوع المناسب لبشرتك. فده اول حاجة تستخدمي اول ما تصحي، تغسلي وشك بالغسول بتاعك. بعد كده طبعا هو المرطب، هترطبي بعدها وشك باي مرطب مناسب برضو لنوع بشرتك. دي كده تاني خطوة. تالت خطوة بقى، وهي مهمة جدا، يعني لازم ده يكون من مشتريات الجامعة بتاعتك، وهو السان سكرين. ده لازم يا بنات، عشان بجد اغلبنا بيسمر جامد في الجامعة بسبب طبعا الشمس طول النهار، فلازم يكون معاكي سان سكرين عشان يقلل طبعا من التعرض للشمس، وتجدديه كل ساعتين. ده النوع ده انفينيتي، حلو جدا، وهو كمان فيه نسبة مرطب. فعايزة اقولك ان لو انت هتستخدمي سان سكرين بيكون فيه نسبة مرطب، ممكن تستغني عن المرطب بتاعك. يعني ممكن تغسلي وشك بالغسول وتكنسلي خطوة المرطب، وبعد كده تحطي السان سكرين على طول، لان ده كريمي، ملمسه كريمي. لكن في سان سكرين بيكون جل، فمقدريش تستغني عن المرطب، لكن ده عشان كريمي فممكن تحطيه على طول بعد الغسول. دول كده اهم 3 منتجات للعناية بالبشرة. اخر حاجة بقى وهي ترطيب الشفايف. ترطبي شفايفك باي مرطب عندك. النوع ده من لونا، حلو جدا، ده ترطيبه متوسط لو انت شفايفك عادية، لكن لو انت شفايفك بيكون فيها تشققات او جافة، فارشح النوع ده من لونا، ده بالشيا بتر، فترطيبه حلو جدا لو انت عندك تشققات او شفايفك بتكون جافة شوية او في الشتاء. وبكده يا بنات دي تكون اساسيات الجامعه او الحاجات الاساسيه لازم تكون موجوده عند اي بنوته. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. ولو الفيديو عجبكم متنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله.